أوقات كتير بنمر بفترات صعبة من ضغوط الحياة والمسؤوليات للتحديات والعقبات والمشاكل، وأوقات كمان المواقف الصعبة اللي بنكون رافضين إننا نتقبلها، بيكون في صراع داخلي بينا وبين نفسنا وبين كل المؤثرات الخارجية، وبطبيعة الحال في وسط كل الدوشة دي بنفقد للأسف سلامنا الداخلي. والسؤال اللي كان دايما بيحيرني ازاي يبقى عندي سلام داخلي وأنا عندي المشاكل دي كلها، ازاي هيبقى عندي سلام داخلي في وسط القلق والتوتر والخوف ده كله. بس اللي فهمته مؤخرا إن السلام النفسي مش معناه إن ما يكونش عندي مشاكل ولا ضغوطات، لأ بالعكس، السلام النفسي هو إن يكون عندي القدرة على التعامل مع تقلبات الحياة بهدوء ووعي، وإن يكون عندي شعور بالرضا التام عن ذاتي بالرغم من كل الفوضى اللي حواليا. وقبل ما أقولكوا ازاي يبقى عندنا سلام نفسي، تعالوا نعرف أضرار عدم وجود السلام النفسي وازاي بيأثر علينا وعلى حياتنا وصحتنا وكمان نفسيتنا. لما مش بيكون عندك سلام نفسي أو هدوء نفسي يبقى أكيد عندك توتر وقلق مستمر، وده غالبا بيكون نتيجة للتفكير المفرط، سواء بقى بتفكري في المستقبل أو يمكن عندك مشكلة مش لاقيه لها حل أو حتى بتحاولي تلاقي لها حل، وده طبعا هيخليكي تحسي بالقلق والتوتر وعدم الراحة. غياب السلام النفسي ممكن يؤدي إلى تطور المشاعر دي وتوصل معاكي لاكتئاب والحالات حزن شديد، وده بيكون بسبب إننا بنلاقي صعوبة في التكيف مع التحديات اليومية اللي بتخلينا نحس بالعجز وعدم القدرة على حل المشكلات. بالإضافة بقى إلى إن التوتر النفسي المستمر بيؤثر على جهازك المناعي، وده بيزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض زي الصداع المزمن ومشاكل الجهاز الهضمي وزيادة ضغط الدم. كل ده هيؤدي إلى زيادة مستويات هرمونات التوتر في الجسم زي الكورتيزول، وبالتالي هيؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، وهتحسي دايما بالإرهاق والتعب النفسي والجسدي والعقل كمان. وطبعا كلنا عارفين لما مش بيكون عندنا سلام نفسي وفي توتر وقلق، ده بيأثر بشكل مباشر على علاقاتنا الشخصية، سواء بقى مع الأهل أو الأصدقاء أو الأقارب أو أي حد عموما هنتعامل معاه. هيبقى الاسترس والغضب والقلق هما اللي مسيطرين على المشهد، وده طبعا هيؤدي إلى صراعات أكبر ومشاكل أكتر. هتبقى القدرة على إننا نتفهم بعض تحت الصفر حرفيا، وأكيد ده هيزود المشاكل والصراعات والقلق وعدم الإحساس بالراحة، ونفضل بقى نلف في نفس الدايرة دي. طيب ايه كمان من أضرار غياب السلام النفسي؟ من الأضرار كمان ضعف التركيز والإنتاجية، هتبقي حاسة طول الوقت بالتشتت في عقلك وفي أفكارك، وفي الغالب الضغط النفسي ده هيؤثر على قدرتك على التركيز وهيقلل إنتاجيتك، وده طبعا هيؤدي لانخفاض واضح في كل حاجة بتعمليها، سواء شغل أو دراسة أو حتى مسؤوليات البيت أو أي حاجة بتعمليها حتى لو كانت بسيطة. ده غير بقى الأفكار السلبية اللي هتزيد عندك، ودي كارثة تانية لوحدها غير كل اللي فات. ومش عايزة أقولك بقى على تقلبات المزاج الحادة اللي هتقابليها زي الغضب المفاجئ على أبسط الأسباب والحزن والتوتر، بطبيعة الحال هيأثروا على استقرارك العاطفي والنفسي. وطبعا دلوقتي نقدر نتخيل ان لو عندك مشكلة هي السبب في كل ده، فطبيعي هيبقى عندك صعوبة في اتخاذ القرار الصح فيها، لأن بكل بساطة انت في حالة اضطراب ذهني وعقلي ونفسي دلوقتي كمان، وكل المشاعر السلبية عندك متداخلة مع بعضها ومتداخلة كمان في تفكيرك. ومن هنا نقدر نقول ان غياب السلام النفسي مش بيؤثر بس أو مش بيقتصر بس على التأثير في النفسية، لا ده بيؤثر على صحتك العامة كمان زي العلاقات والإنتاجية والصحة الجسدية والنفسية. وبالتالي لازم نحاول نحافظ على سلامنا النفسي عشان نتجنب كل المشاكل الصحية والنفسية دي، ويبقى عندنا حياة صحية متوازنة وهادية. طيب احنا عرفنا دلوقتي ايه هي أضرار عدم وجود سلام نفسي، طيب ازاي أصلا أوصل للسلام النفسي أو السلام الداخلي والراحة الداخلية؟ هقولك على شوية عوامل هتساعدك إن عقلك يهدى ويبقى عندك توازن نفسي. أول حاجة، انت محتاجة تتقبلي وتسامحي، محتاجة تتقبلي نفسك وتتقبلي أخطائك، وإننا عادي كلنا بشر بنغلط وبنتعلم، بس مش بنقف عند الماضي ونفضل محبوسين فيه. محتاجة تسامحي نفسك على اللي فات وتسامحي كمان الناس اللي حواليكي اللي يمكن أذوكي بقصد أو من غير قصد. محتاجة تتحرري من مشاعر الغضب والندم وتسيبيهم يمشوا وتخففي أحمالك عشان تقدري تكملي لقدام. تاني حاجة عشان يبقى عندك سلام نفسي هي انك تفكري بإيجابية، حاولي تدربي عقلك على التفكير الإيجابي، حاولي تدربي نفسك على ان كل موقف صعب تدوري فيه على الحاجات الإيجابية وتدوري فيه على الاستفادة اللي استفدتيها منه. كمان من الحاجات المهمة انك تكوني ممتنة لكل الحاجات الحلوة في حياتك حتى لو بسيطة، وركزي دايما على اللي معاكي مش على اللي ناقصك، بمعنى تاني بصي على نص الكوباية المليان. تالت حاجة، كل يوم اعملي تمارين التنفس، اقعدي كل يوم في مكان هادي ومريح وغمضي عينك وركزي على تنفسك، تنفسي بعمق وهدوء كل يوم لو حتى 5 دقايق بس. استرخي وحاولي في الكام دقيقة دول توقفي دماغك عن أي تفكير، ارخي عضلاتك وجسمك وتنفسي، اعطي لنفسك كل يوم 5 دقايق بس ترتاح فيهم، مش كتير على نفسك، وافتكري دايما ان لنفسك عليك حق. حاولي ترتاحي من معركة الحياة، اهدي خالص وسيبي كل الهموم اللي شايلاها على كتفك وماشية بيها. شوية هدوء، شوية راحة وتنفس عميق، استرخي لحد ما تحسي ان عقلك بقى هادي وجسمك ارتاح.
بعدها فتحي عينك وتأملي نعم ربنا عليكي، عدي 5 نعم كبيرة حواليكي زي نعمة البيت والصحة والأهل والأمان وهكذا، وبعدها عدي 5 نعم صغيرة كمان حواليكي. بعد لما تعملي الخطوات دي هتلاقي نفسك هديتي خالص وعقلك خد شوية راحة وجسمك فصل كمان لشوية دقايق، هتحسي بعدها براحة نفسية. ما تبخليش على نفسك بشوية راحة وخصوصا في الأوقات الصعبة والأزمات، طبطبي على نفسك وهوني عليها، خليكي رحيمة بنفسك. من الحاجات المهمة كمان اللي هتساعدك للوصول للسلام النفسي هي انك تقللي سقف توقعاتك وطموحاتك. حاولي تتجنبي السعي للكمال لان التوقعات العالية ممكن تخليكي تصابي بالاحباط والقلق. حطي اهداف واقعية وقابلة للتحقيق وتقبلي ان مش دايما الامور بتمشي زي ما احنا مخططين، زيها بالظبط زي ما تكوني راكبة عربية وبتسوقيها على سرعة عالية ومتوقعة ان الطريق كله مش هيبقى فيه مطبات، وده طبعا غلط وتوقع عالي. فبالتالي لما هيقابلك مطب مش هتلحقي تهدي وممكن تعملي حادثة كمان، لكن لما تكوني عاملة حسابك ومستعدة لأي مطب ساعتها هتاخدي المطب بسهولة ومرونة وهتكملي بسلام. النقطة اللي بعد كده حاولي كمان تخرجي في أماكن فيها زرع ومناظر طبيعية، حاولي تتواصلي مع الطبيعة وتقضي فيها شوية وقت، واقعدي في مكان هادي، وقتها هتحسي بالهدوء والراحة النفسية. حطي حدود صحية وتعلمي تقولي لأ، لما تحسي بالإرهاق والتعب ما تحمليش نفسك فوق طاقتها، حتى لو حد طلب منك حاجة وانتي مش قادرة تعمليها قولي لأ مش قادرة. احمي نفسك واحمي حدودك، خلي في حدود تحميكي من التوتر والضغط النفسي، وادي لنفسك شوية وقت تعتني بيها. ولو عندك هوايات مارسيها هتبقى وسيلة ممتازة ليكي عشان تحسي بالاسترخاء وتتخلصي من الضغوط. لما تقضي وقت في حاجة بتحبيها زي القراءة أو الرسم أو حتى الطبخ هيخليكي تحسي بالسعادة. وزي ما قلتلك قبل كده خليكي دايما حواليكي أشخاص إيجابية وأشخاص تكوني بتحبيهم وبيحبوكي، طاقة الحب دي هتساعدك كتير على تجاوز العقبات والصعاب وهتعزز سلامك النفسي وتقلل من الشعور بالوحدة اللي ممكن يتسبب في عدم وجود الراحة النفسية أو السلام النفسي. ومن الحاجات المهمة قوي كمان واللي تقدري تقولي إنها بتتوقف عليها 50% من سلامك النفسي هي النوم الجيد. لازم ترتاحي وتنامي عدد ساعات كافي، النوم ده لوحده سبحان الله علاج بتتعافي فيه نفسيا وجسديا واحنا نايمين ومش حاسين. وخلي بالك كمان الرياضة هتحسن مزاجك وهتخفف الضغط النفسي والتوتر وتخليكي تهدي نفسيا وعقليا وجسديا، هيبقى عندك طاقة تتعاملي بيها في يومك، هتفرغي الطاقة السلبية كلها وشحنات الغضب والقلق والتوتر في الرياضة. أفضل ما تخلي الغضب ده يطلع على أي حد حواليكي، وفي أغلب الأوقات لو عندك طفل صغير يبقى الغضب ده هيطلع عليه، يبقى الأحسن إنك تفرغي الغضب ده في الرياضة حتى لو شوية مشي كل يوم. من الحاجات المهمة كمان هي إنك تعيشي في الحاضر، عيشي في اللحظة الحالية، ولا تعيشي في الماضي وذكرياته الأليمة أو حتى السعيدة، ولا تعيشي في المستقبل وتقلقي على اللي جاي. كل اللي انتي بتملكيه دلوقتي هو الحاضر. حطي القاعدة دي في حياتك وكل لما تلاقي دماغك راحت بعيد فكريها وقولي لها أنا هنا والآن. عيشي اللحظة دي بس لأنها مش هتتعاد لو فاتت، وافتكري دايما إن الماضي فات ومش هتقدري تغيريه، يبقى نتقبله ونتقبل اللي حصل فيه ونتعلم منه ونسامح الآخرين ونسامح نفسنا ونخطط للمستقبل ونعيش في الحاضر. كل ده هيساعدك انك تتخلصي من الأعباء العاطفية والمشاعر السلبية القديمة. حاولي على قد ما تقدري تقضي وقت مع عيلتك وأصدقائك طبعا لو مش بيسببولك أذى نفسي، وهيحبوكي وهيدعموكي. قللي كمان من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ممكن تزود عندك مشاعر القلق، خلي في وقت ترتاحي فيه بعيدا عن أي شاشة. في حاجة كمان هتفرق معاكي جدا هي انك تتدربي على العطاء. احيانا في اوقات مش بنقدر نحس فيها بالسعادة او الراحة من كتر الضغوط او المشاكل اللي بنقابلها في حياتنا ومن كتر الازمات والارهاق، بس لما بتطلعي صدقة او بتفرحي حد وقتها هتحسي بالسعادة لما تشوفي سعادة اللي حواليكي. حاولي تتجنبي الانتقاد الذاتي المفرط، متقعديش تنتقدي في نفسك بقسوة، واعرفي اننا كلنا بنمر بتجارب وكلنا بنغلط، واكيد ربنا بيبعت لنا التجارب دي علشان نتعلم منها ونفهم ونبقى احسن. لما تحاولي تطبقي الخطوات دي هتلاقي ان الوصول للسلام النفسي مش صعب، بس محتاج ممارسة يومية وحب للنفس وتقبل الحياة زي ما هي. وفي الختام عجبتني مقولة لسقراط بتقول الذي يبحث عن السلام الداخلي في الخارج سيظل يبحث دائما، بينما الحقيقة أن السلام الداخلي يبدأ من الداخل. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.